الناس النهارده ما بتدورش على الكلام ده، وبيكون الكتير منهم من اهل دنيا بيتقاتلوا على الدنيا. ادينا شايفين السودان حالها ايه، مأساة عظيمة جدا، مع ان بعضهم اسوأ من بعض. يعني المغتصبين للناس واللي بيقتلوا واللي بينهبوا الاموال اسوأ بكتير جدا من الجيش، بس في النهاية حظوظ الدنيا هي الغالبة، ونسأل الله العافية. وطبعا بلا شك يعني ان الناس تدفع عن نفسها. اهو الموازنات دي هقول لكم جت اسئلة خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بس واحد بيسأل بيقول انه جمع نساء العيلة وقال لهم لو بتوع الدعم السريع دخلوا علينا انا معايا مدفع رشاش هموتكم كلكم، علشان ايه؟ ما يغتصبهمش. هذا الحكم الشرعي للي درس المسألة نقول انه ايه؟ لا يجوز، لان هنا ضحى بالنفوس دي كلها عشان منع الاغتصاب، مش كده؟ وهي في الحقيقة وهي مغتصبة هي معذورة مكرهة، هتقاوم قد ما تقدر، وفي الاخر ما يقتلهمش هو. سؤال تاني، واحدة بتقول انا هقتل نفسي، وده اشد من ايه؟ من قتل الاخرين، مش كده؟ لان قتل النفس انتحار اشد عشان ما تغتصبش. لا، حتى لو اغتصبت هي معذورة، ما تقتلش نفسها. وسؤال ثالث بقى بيقول واحد بقى يقول جميع اللي في الاسواق البضاعة من اكل وشرب واثاث كلها مسروقة منهوبة، لان المحلات اتنهبت كلها. تخيلوا كده الخرطوم العاصمة جميع محلاتها اتنهبت، فبيقول الواحد ينفع يشتري حاجة ولا ما ينفعش؟ الواحد بقى محتار والله يقول له ايه. فانا يعني رأيت ذلك ان هو يشتري للضرورة، ولكن اصحاب الماء الاكل والحاجات الضرورية دي ايه؟ مش هم دول اللي بيديهم فلوس، هو بيديهم فلوس عشان يقدر ياكل، لكن هو في الحقيقة هيبقى يتصدق ان شاء الله عن صحابها اللي اتنهبت منهم لما ربنا يستر له فلوس كتير. طبعا الفلوس الغلاء اضعاف مضاعفة، الناس امنيتها انها تيجي عندكم على الغلاء اللي انتوا فيه. يعني الناس يقولوا ده انتوا عايشين في حاجة ما حصلتش، وهي اصلا زي ما انتوا شايفين صعبة والناس تعبانة. ولكن انت لما بتقارن الغلاء والامان، يبقى لو ضاعت الفلوس كلها اهون ما تضيع الارواح والاعراض. والغلاء نوع جزئي من ضياع الاموال، اكتر منه نهب الاموال. لو الناس فقدت الامان بالكلية، الناس بتفر. على فكرة ناس كتيرة جدا نفسها انها تسيب غزة وتيجي للجنة الموعودة، لان هم مش عارفين. يعني فعلا الوضع في منتهى الصعوبة البالغة. الناس عايشة، تخيلوا مساحة مثلا قد عبد القادر مثلا يبقى فيها 1,300,000. يعني رفح الفلسطينية دي مش مدينة مش كبيرة، ونص سكان غزة واكتر بقوا عايشين في ايه؟ في الشوارع. يا رب فرج كربهم، يا رب، يا رب اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب.